ببساطة شديدة يوم 1/10/2025 اللي هو خلاص احنا قربنا عليه، هيحصل ايه؟ هيبقى في منصة تبع اللي هو الاسكان الاجتماعي. المنصة دي هتبقى منصة الكترونية عادي جدا على النت. حضرتك بتخش، انت لازم يكون لك صفة كمستأجر، يعني انت اللي مضيت على عقد الايجار او امتد ليك عقد الايجار. ممكن يكون امتد ليك عقد الايجار عن طريق حكم محكمة، كان في قضية ما بينك وما بين المالك ودخلتوا في قضايا والكلام ده كله، وفي الاخر صدر لك حكم بان انت ليك الحق بالامتداد، او ان انت ليك الحق بالامتداد الطبيعي، مفيش اي قضايا ولا حاجة، وان المستأجر الاصلي توفاه الله وانت بقيت الممتد ليك عقد الايجار. انت هتخش بصفتك ان انت مستاجر اصلي، ليك مصلحه في الموضوع. خلي بالك، ما ينفعش مثلا ابنك هو اللي يقدم، لا، انت اللي تقدم. هتقدم وتعمل حساب على المنصه اللي صندوق الاسكان الاجتماعي هيطلقها من يوم 1/10/2025.